اوعى تكون بتلعب فلاي بالطريقه دي، الطريقه دي غلط جدا. ليه؟ لان لو انا لعبت كده، اولا انا بلعب كتفي، انا كده باذي كتفي جامد جدا، كده انت ما اثرتش على صدرك، انت اثرت على كتفك. فالزاويه دي زاويه غلط خالص، لازم الماسكه دي تكون تحت مش فوق كده. طب ده هيتعدل ازاي؟ عن طريق الدكه اللي انا قاعد عليها، برفعها لفوق اهو، كل واحد طبعا حسب طوله، فبالتالي لو انا مسكت يبقى بالطريقه دي، يبقى دي تحتي تمام، فهنا مأثر على الشيست. وبربطها فين؟ بربطها بزاويه ابعد شويه من الشيست بتاعتي، بحيث ان يبقى في فلاي، او بحيث ان يبقى في مدى حركي كامل اهو، وما ارجعهاش لورا قوي. ده الصح. وبثبت كده وبشد بصدري مش بكتفي، وبطلع بزاويه بالشيست بتاعي، وبرجع اهو بالطريقه دي، وبقفل كده على صدري جامد جدا اهو بالطريقه دي، وبظبط واثبت هنا 3 ثواني او 4 ثواني حسب التيمبو بتاعي او حسب التمرينه بتاعتي اهو بالطريقه دي كده اهو، وبفتح وبثبت وبشد بصدري قوي اهو زي ما انا شايفني كده اهو بالطريقه دي، حسب طبعا العدات بتاعتي. طيب الصح ان انا اظبط الدكه ازاي، اظبط الدمبل ازاي، اظبط الوزن ازاي، ده كل